السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غنحضر حساء بالفطر بمقادير جد بسيطة وسهلة. إليكم المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير حساء بالفطر غنحتاجو 150 غرام قطع لحم، 100 غرام فطر طري أو ما يعادل 10 حبات متوسطة الحجم، نصف لتر من مرق اللحم، ونصف لتر ماء، ملعقتي طعام دقيق أبيض، ملعقة طعام معدنوس مفروم، الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. في الطنجرة وعلى نار متوسطة نقوم بسلق قطع اللحم مع نصف لتر من الماء. بعد ذلك بعد الطهي نصفيه ونحتفظ بالمرق أو بما تبقى من المرق. بعد تصفية اللحم من الماء بعد الطهي أقوم بتفتيت اللحم إلى قطع صغيرة جدا. بعد ما قمت بغسل الفطر أو حبات الفطر أقوم الآن بتقطيعها إلى شرائح رقيقة. من جديد وعلى نار متوسطة في الطنجرة نوضع قطع اللحم أو شرائح اللحم اللي فتتها مع إضافة شرائح الفطر. أضيف مرق اللحم وما تبقى من المرق المصفى. مع الاحتفاظ بزلافة صغيرة من المرق مع الاحتفاظ بنصف زلافة من المرق. الآن غنقوم برش الملح والفلفل الأسود أو الإبصار، وأترك الكل على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة. في هذه الأثناء تنظيف الدقيق الأبيض للمرق المحتفظ به وأخلط بعد مرور 15 دقيقة تنظيف خليط الدقيق والمرق وأحرك ثم أترك الخليط لمدة 5 دقائق بعد الغليان. وبعد مرور 5 دقائق تنحصل على حساء
بهذا القوام، ثم تنطفيو على النار. بعد ذلك أضيف ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروم وأحرك. في الأخير تنحصل على حساء بالفطر شهي ولذيذ. نتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. مع السلامة.